السلام عليكم، صباح الفل. تعالى اقول لكم على حاجه غريبه كده حصلت. انا قاعده دلوقتي باكل الغربان. مش باكل الغربان، بتفرج على الغربان، بتامل، وقاعده معايا الكتاب الحلو ده هبقى اكلمكم عنه. مهم قوي وليه علاقه قوي بالطاقه بتاعت الفتره الحاليه. وقلت لو جه حاجه في دماغي هكتب الحاجات اللي انا مريت بيها امبارح واللي حصلت النهارده الصبح، واشوف ايه الجديد اللي انا عملته، ايه الشخصيات الجديده اللي طلعتها، تمام، واتعاملت ازاي، وايه التكه اللي فاضله عشان اكمل زي ما احنا قلنا كده، علشان كأن انت بتعلى درجه درجه في السلم زي ما قلنا الفيديو اللي فات. فوانا قاعده كده بتابع الغربان حصل حاجه غريبه. من الناحيه التانية جه قدامي كان واقف قدامي غربان كتير، وبعدين جه قدامي بشوف لقيت كذا غراب بيطيروا، بعدين في نصهم لقيت 2 كده بيطيروا، فحسيت ان هم غربان، وبعدين ببص على جناحاتهم لقيتهم مش غربان، فقلت يبقى 2 هدهد. بصوا اتغيرت من غربان ل2 هدهد. فاول ما جم فوقي وقربوا اكتر قربوا اكتر، لقيتهم ان هم الطائر اللي انا كنت بتكلم عليه، معرفش الفيديو ده نزل ولا لسه اسمه طائر المينا الهندي، نوع من انواع الطيور المهاجرة اللي ظاهرة دلوقتي كتير في بلدان كتير قوي، وفصيلة من فصيلة الغربان، بس صفاته مختلفة شوية عن الغربان. جميل. وقلت ان الطائر ده كنت بشوفه الفترة اللي فاتت، فكنت في الاخر اكتشفت ان ليه علاقة عندي، يعني لما بشوفه ان هو في مشكلة في الافكار طايرة، فالافكار محتاجة انها تبقى طايرة وفي نفس الوقت في تجذر علشان ما تطيرش وتاخدنا بعيد، ان هو يا الا ما نوصلش لحاجة، ما نحققش حاجة من افكارنا، او تاخدنا تلعب بينا الكورة، او تحسسنا بالخوف بالغضب تمام. فانت المفروض تبقى طاير في السماء وفي نفس الوقت ماسك، يعني فوق السحاب، وماسك برضه متجذر في الارض. فلما كنت بشوفه بحس ان هو في تسريب في الطاقة، كان بيبقى ايه السبب بتاعها؟ في مشكلة في الافكار حصلت وفي المشاعر، فحصل تسريب في الطاقة، في الطاقة بتهرب مني، مش عارفة امسكها. من الاخر انا مش متوازنة، احاسيسي مش كويسه، مشاعري مش كويسه، طاقتي مش كويسه، ففي حاجه مخوفاني، في حاجه رعباني، في حاجه لو انا مش عارفه اعمل ده ولا ده. جميل. طيب فانا شفته الاول غراب، وبعدين افتكرته هدهد، وبعدين اكتشفت انه طائر المينا الهندي، فكأن الحاجه، وبعديها انا ما فهمتش الرساله، فقلت ايه تمام هي كده، لا في رساله، وش في رساله، بس طنشت وانا عايزه اقعد ايه الرساله تيجي زي ما تيجي بقى مش هقعد اجري وراها عشان تعبت، يعني انا في حاجه شغلاني، فبحاول اهدي افكاري، فمش وقت ان انا ايه اقعد اشغل دماغي بحاجات. فقاعده كده ببص، فحصل حاجه غريبه تانية. زي ما قلت الفيديو اللي فات، الرساله لو ما فهمتهاش بتجيلك بطريقه تانية، بتجيلك بسكه تانية. المهم ان انت تسمع، تشوف، تسمع، وعارف مش تسمع بودنك الاتنين، تسمع بودنك التالتة، بعينك التالتة، تسمع بتاعة روحك اللي هي ايه، ممكن نقول الودن او العين او الحواس اللي ليها علاقة بالاثير، بالروح، ممكن تسميها لها علاقة بالروح. شوف انت ممكن روحك تقول ان هي لها علاقة بايه. حلو. كل حاجة ليها أبعاد أعمق، ممكن نكون لسه ما وصلنالهاش. المهم، فلما ما سمعتش الرسالة أو ما وصلتليش، لقيت حاجة تانية غريبة حصلت. قاعدة كده قدامي شجرة، ببص على الشجرة لقيت من تحت في سواد وطالع، سمعت مية، أنا أسفة سوري يعني وسخة مش نظيفة، طالعة من تحت اللي هي الجذر. وبعدين ببص انا شايفه فوقش قرش، هي ممكن تكون مش مكتوبه قرش، فقرش كأن حاجه بتاكل، حاجه بتهاجمك. فين؟ في الفوقش. فوقش ده اللي هو ايه؟ الفؤاد، القلب. وبعدين بطلع فوق، انا في فعلا عدم توازن دلوقتي بسبب ان في حاجه شغلاني وتعباني ومش عارفه اعمل فيها ايه، اعمل ده ولا ده. فببص فوق لقيت حاجه غريبه قوي،
الشجره من فوق تبان ان هي فيها ورق كتير وكده، بس الورق مايل، انا سامعه دبلان من كتر التفكير، من كتر ما هي ايه، مع انها شجره كبيره عتيقه ماسكه نفسها. ببص بقى هنا لقيت حاجه غريبه. بصوا ده، كأن انا اول ما شفته شفت كأن شايفين المنقار ده، فشفته كأنه عارفين الماسك اللي كانوا بيلبسوه مش وقت النازية، وقت القنابل النووية علشان يحموا نفسهم، فكان ليه منظر كده، كان ليه منقار كده. فقلت ايه ده منقار عامل زي منقار الغراب. وبعدين قلت تمام، فببص لا ده مش الماسك ده ليه وجه تاني عامل ايه ده غراب. لا قلت ده ممكن يكون ايه، هدهد. لا ده مش هدهد. قلت ده ايه، ممكن يكون شبه عرف الطاووس، وراسه منقاره الصغير شبه الطاووس، وفي عين اهي، في عين. وبعدين دلوقتي وانا بكلمكم حسيت بحاجه غريبه قوي. شايفين المنقار ده فكرني بالمنقار مش بتاع الغراب، منقار الغراب ولا منقار النازيه الماسك، فكرني بالمنقار نفس الماسك اللي لابسه تحوت. وبعدين سمع التعليم الهرمسيه. انا لما كنت سمعت التعليم الهرمسيه دي مكنتش اعرف عنها حاجه، قعدت ادور عليها، لقيت سمعت هرمس والهرمسيه، قلت اكيد ليها معنى، فدخلت عملت سيرش، وكنت بسمع تحوت وبشوف كتير شكل الماسك ده، فببص لقيت في تعاليم تحوت او التعاليم الهرمسيه، وليها برديه مش فاكره هما كان حاجه 40 قانون 42 قانون حاجه كده. دخلت ابص فيهم لقيتهم كلهم تعاليم، انا سامعه تعاليم انسانيه اكتر من ان هي تبع حاجه. عارفين انا كأن الحقيقه ممكن يكون انا سامعه حاجتين، يبقى ليها اوجه كتير، او ممكن الحاجه كمان تبان ان هي مخيفه، وبعد ما تبقى مخيفه تكتشف ان هي انا شفت ايه، غراب، وبعدين شفته هدهد، وبعدين شفته الطائر المينا ده. ولما جيت شفت الماسك الشكل اللي في الشجره ده شفته برضو كذا حاجه. كأن انت كل ما الحاجة تقرب بتشوفها بطريقة مختلفة. اي حاجة، الرسائل، الحاجة نفسها لما تهدي عقلك ومشاعرك وجسمك وتبتدي تسمع صوت روحك، هتشوف الموضوع بطريقة تانية. الاول ممكن يبان ان هو بيخوف، انا شفت ماسك بتاع قنبلة نووية، فده مخلي القلب مضروب والعقل مضروب، وكأن الورق الشجر اللي هو الأفكار واقعة ومدلدلة وكل ده عمال فاتح الجذر، مخليه يطلع لك حاجات مخوفاك من تحت. مية وسخة بتطلع تحرق قلبك، تحرق شمسك كمان، تحرق الشعلة بتاعتك. فلما تيجي تهدي عقلك، تهدي مشاعرك، فتبتدي تشوف ان الحاجة قربت منك او انت قربت منها، فتشوفها بشكل مختلف. انا ابتديت اشوفها هدهد، فابتديت اشوف الحكمة. بعد ما شفت الحكمة ابتديت شفت هنا بقى طاووس. الهدهد نقول الحكمة، نقول الروحانية العالية، الاتصال بالروح. بعد كده ابتديت اشوف الطاووس، الثقة بالنفس. انا سامعة ان الطاووس احنا كنا فاكرينه، يعني انا افتكرت حاجة زمان شفتها في جنينة الحيوانات. انا شفت 2 طاووس، شفت الذكر وشفت الانثى. استغربت قوي وقتها من حاجتين، لفت نظري حاجتين، ان الطاووس الذكر هو اللي شعره ازرق
ومنور وبيلمع وديله كبير قوي مغطي الشمس، لان هو مش محتاج ان الشمس تنوره، هو منور لوحده. هو اول ما بيفرد كده ديله بينور. الطاووس مشيته واقفه واثقه في نفسها، وانا لما بشوف الطاووس ما بحسش زي ما الناس بتقول ان الطاووس مغرور، ان الطاووس متكبر. ما هو كل حيوان روحي لو احنا مسكناه ليه الوجهين، النور والضلمه، فانت محتاج توازن الاتنين، لا تاخد نور صح بس صريح ولا تاخد ضلمه بس. فالطاووس كان بيظهر لي الفترة اللي فاتت على كل حاجة حرفيا، على البيبان وعلى رموز بيطلع لي. افتكر قصة كنت بقراها لطفلة، افتكر كده، فقلت هشوف فعلا رمز الطاووس. طلع لي في قراءات كنت بقراها لنفسي، قراءة شخصية عشان احل بحاجة عندي، يعني معضلة عندي او حاجة عندي تحدي بعدي بيه. فكنت لقيت ان الطاووس وطاقة حيوان تاني حسيت ان ليهم علاقة بان الطاقة توصل للأثير، ان التغيير اللي احنا بنعمله يحصل فعلا في العالم ويبتدي يجيلنا، يعني من الاخر يحصل التغيير في ارض الواقع. فاحنا محتاجين طاقة الطاووس ومعاه طاقة حيوان تاني كده. كم حيوان تاني؟ الطاووس انا سامعه هو طاقته اللي انت عايز تعملها، طاقته المتوازنه، ان هو انت من جواك تبقى متوازن، عقل مشاعر جسم متواصل مع الروح، فطاقتك تتغير، فالطاقه اللي حواليك تتغير، فالطاقه المحيطه واللي بتوصلها وبتاخدها من الناس، وبعدين تقعد توسع الدايره لحد ما عارف كأن الطاقه بتنتشر. احنا عايزين، انا دخلت وشفت على جوجل، بس ممكن نعمل كده مع القرايه بتاعت الطاووس والحيوان التاني كده، ده مش هقوله دلوقتي. هقراهم وهنشوف اكتر ايه علاقته ان انت تجيب لنفسك الطاقه الجديده دي. بس وبعد كده ابتديت اشوف، وبعد ما شفته طاووس شفت تحوت. فتعاليم تحوت او هرمس انا سامعه هي مش تعاليم، هي نفس، لو جيت قريتهم هتلاقيهم نفس التعاليم اللي اتحطت في الاديان، نفس التعاليم الانسانيه اللي فيها نور وفيها ضلمه. بس برغم ان انا عارف ان الضلمه اللي فيا دي، بس انا مش هطلع الضلمه دي على الناس، بس هحمي نفسي. يعني انا لقيت حاجه غريبه، انا كنت فاكره ان هي هتبقى ايه، هي مش حاجه غريبه، هي حاجه متوازنه. انا كنت فاكره مثلا انه تعاليم تحوت او التعاليم الانسانيه هتقول لك ايه، نور نور نور، لقيت فيها ولا اذي غيري ولا اذي نفسي ولا اسمح لغيري يأذيني. فهو ده التوازن. فعشان كده انا شفت تحوت دلوقتي، لان الحاجه اللي انا بعدي بيها اللي هو لا تيجي على نفسك ولا تيجي على غيرك، تساعدي غيرك من غير ما تأذي نفسك، توازني طاقتك وتوازني نفسك وتدي بعد كده غيرك، مش العكس. والاختبار المرة دي أتقل من كل مرة، فعشان كده أنا جات لي الرسالة دي. فالحاجة اللي تبان إن هي مخوفاك ومطلعة لك مخاوف من تحت، وبتضرب قلبك وبتضرب نارك اللي انت حاسسها من جوه، كل الحكايه ان انت محتاج ان انت تهدي ده وده وده، فتتواصل مع روحك وربنا وتعمل اللي بيقولوا لك عليه، اللي هو ايه، لما تهدي دول هتشوف الحاجه اللي مخوفاك تقرب منك، وبعدين تشوفها من فوق خالص، هتشوف الحكمه، وبعدين تشوف الصح اللي يخدمك،
وماشي مع هدف واحد بس. وده كان نقول ايه، مش ارهاصات، دي مش بدايات، مش عارفه نسمي الفيديوهات دي ايه، بس رسائل كونيه. بس اشوفكم بقى ايه تحت في الكومنتات، وبعدين الفيديوهات اللي جايه. يلا سلام، باي.